السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله ندير معكم مملحات بخبز الطاكوس اولا بالعيش، ساهلين وسريعين ما فيهمش بزاف ديال المقادير. غادي ندير ان شاء الله بحول الله المقادير اللي غنحتاجو. اول حاجه غادي نحتاجوها هي خبز ديال الطاكوس اولا العيش، كل واحد كيقول له. كناخذ باكيه صغيره ولا كبيره على حسب العدد الافراد. هنايا غنحتاجو بصيله، خيزو محكوك، شويه ديال الصدر ديال الدجاج مقطع، فرماج حمر اولا موتزاريلا، شويه الملح، شويه البزار، طريه ديال الشاورما، خس مقطع، بصله بودغ، غبره ديال الثومه، موطارد اولا موطارد لونسيان اللي كان، ونص كاس تقريبا ديال الكريم فريش ديال الطبخ. وغنحتاجو بطبيعة الحال شويه ديال الزيت باش غادي نطيبو به البصله والصدر ديال الدجاج. غادي نجيبو المقله ديالنا، غادي نبداو على بركه الله ان شاء الله. اول حاجه غادي ناخذ هنايا الزيت هو الاول، غادي ندير تقريبا 2-3 معالق ديال الزيت، وغادي ندير عليهم البصله ونديرها تشحر. وهاد الوقيته اللي غتكون كتشحر غادي ناخذ هنايا الخبز ديال طاكوس اولا العيش باش غادي نقطعو الدوائر. بالنسبه لي انا درت الدائره فيها تقريبا 10 سنتيم. اللي بغى يكبر يكبر ماشي مشكل، ولكن القياس كيجي هو كيجي القياس ديال المول اللي غندير فيه، هذا هو القياس المناسب 10 سنتيم تقريبا فيه. هنايا غادي نحاول نقطعو في التبصير ولكن ما ساعدنيش، غادي نقطعو على رخامه نيشان. غادي تعطيني الطوع احسن، وغادي تقطع ليا مزيان وبسهوله، ما غاديش تلقى معاه صعوبه. يعني هنا خصكم تضغطوا مزيان، وفي نفس الوقت نتوما كتضغطوا نتوما كدوروا الاطار باش تقطع لكم بسهوله. غادي نحاول هنايا نقطع وحده وحده باش تعطينا اكبر عدد وما يضيعناش العيش. حتى الطريفات اللي كيبقاو راه ممكن نستعملوهم، ممكن ماشي ضروري نلوحوهم، ممكن نقطعهم طراف صغار ونديروهم في المول من التحت يتحمروا، نديرو حشوه في الوسط ونغطيوهم عاوتاني اما بفرماج اولا نيت بالعيش مقطع رقيق. المهم هنايا راني كنحاول نقطع اكبر عدد ديال الدوائر، وكنحاول ما نضيعش بزاف. كنلصق دائره حدا دائره، تقريبا غتخرج ليا 6 دوائر. وحده غتكون ما مقاداش ولكن ماشي مشكل، راه غنستعملوها في المول ما كيبانش، وغادي تعمر بالحشوه وغادي تغطى. هنايا غادي نكمل كاع الدوائر اللي عندي هنايا، وبنفس الطريقه غنكمل باقي العيش على حسب عدد الافراد ديال اللي كاينين متواجدين. هنايا بالنسبه للدجاج ما عنديش دجاج بزاف، تقريبا واحد 150 غرام. غادي ندوبلها لان غادي نستعمل جوج طرق في هاد المملحات هادي. غنستعمل 2 انواع بنفس الحشوه، ولكن غير الطريقه ديال العيش غادي نبدل الطريقه ديالو اولا الشكل ديالو عفوا. هنايا غادي ناخذ المول ديال المادلين، وغادي نحاول ندخل فيه هاد الدوائر ديال العيش. غادي نحطهم نقدهم كاملين حتى هادوك اللي مقدينش راني صوبتهم ماشي مشكل، غنحطو راه غادي يتغطى. كنحاول ندير الجهات اللي محمره من التحت واللي بيضاء من الفوق. وهنايا راني مشعل الفران، غادي نسخنو وندير فيه يتحمر دغيا ونحيدو. غادي نضغط بهم بالكاس مزيان كاملين راه بسهوله. الا بانوا ما وصلوش لتحت مزيان غادي نضغطوا عليهم بيدينا باش يجيبوا لنا شكل ديال الكويسات. وبالنسبه اللي بغى يدير عدد كبير ما عندوش عنده غير مول واحد ديال مادلين، ممكن يستعمل الدوائر بلا ساغل كيما بغى يكونوا، اولا يستعمل نفس المول يحمر هادو يعاود يعمرهم راه دغيا كيتحمروا. ردوا معاهم الباب باش ما يتحرقوا لكمش، راه كيشدوا راسهم كياخذوا واحد اللون ذهبي شي شويه ونحيدوهم. ها هما الدوائر اللي قلت لكم ممكن نستعملوهم ونقادو فيهم هاد الكؤوس. نقدر نهزوهم من هاد المول ونحطهم في الاخرين، اولا بنفس الطريقه ندير الدائره ونضغط بها الكاس. هنايا انا درت هذا العدد اللي عندي هنا كملته، غادي ندخلهم الفران. نرجع لكم ان شاء الله باقي
الطريقه ديال الحشوه. غادي ناخذ البصله بعد ما تحمرات، غادي نضيف عليها صدر ديال الدجاج مقطع رقيق، تقريبا هنايا 150 غرام غنستعمل في الشكل الاول و 150 غرام في الشكل الثاني. هنايا معلقه كبيره ديال عطريه ديال الشاورما، شويه الملحه، خيزو محكوك، واحد جزره كبيره ولا حتى جوج صغار ماشي مشكل. ما كيخصش المذاق، بالعكس كيجي مزيان. وغادي ناخذ هنايا باقي المكونات الا الفرماج والخس. غادي ندير الغبره ديال البصله راس معلقه تقريبا، الا ما كانش ممكن نستغنى عليه. اهم حاجه هنايا هي عطريه الشاورما، حيت حنا كنقلبوا على مذاق الشاورما، يعني ضروري هذا موطارد لونسيين. الا ما كانش غندير موطارد عادي، ما كانش كاع ممكن نستغناو عليه. هنايا راس معلقه ديال الثومه بودر غبره، الا ما كانش نحكوا واحد الراس ديال الثومه ماشي مشكل، ما نديروش العراقيل، اي حاجه نقديو بها غلط. غادي نردهم يتشحروا مزيان، ومن بعد ما وجدوا غادي نزيدهم لا كريم فريش، واحد نص كاس د لا كريم فريش، وغادي نردو غير تجمع ليا باش تجينا الحشوه معلكه. صافي ها هو واجد دابا، دغيا كيوجد. غادي ندوزو دابا الطريقه ديال التعمر ديال الكؤوس ديالنا، ديال كؤوس الشاورما. هنايا راني درت الخس قطعته مقطع رقيق، غادي نعمر به الكؤوس هو الاول، ما غاديش ندير بزاف، غندير غير شويه نغطي به العيش. وغادي نضيف داك الصدر ديال الدجاج تقريبا واحد المعلقه صغيره، غادي نقدم الفوق الكؤوس. راه ما غارقينش بزاف، على حسب المول اللي عندي ما غارقش بزاف، هذا هو القياس اللي عطاني. كيجيو زوينين في الديكور، وفي نفس الوقت المذاق كيجيو واعرين. صافي انا غادي نكمل بنفس الطريقه، نعمر الكؤوس ديالي كاملين بالتعميره ديال الدجاج. وهنايا غادي نضيف الفرماج. هنايا درت فرماج احمر، ممكن تستعملوا موتزاريلا ماشي مشكل، اللي كان كتستعملوه. انا خديتهم كاملين غندخلهم في الفران يتحمروا، ونرجعوا ان شاء الله بعد ما وجدوا. ها هما غير كيذوب الفرماج واحد شويه، صافي كنخرجوهم. رشيتهم شويه ديال المعدنوس، كيجيو واعرين لا في الديكور ولا في المذاق، كيجيو روعه. كنتمنى تجربوهم. وغادي ندوز معكم ان شاء الله حتى الطريقه الثانيه، الى جاتكم هذه صعيبه او لا ما عندكمش المول، ممكن تستعملوا طرق اخرى. ممكن نديروا حتى كورني ان شاء الله باش نكون معكم مره اخرى بالعيش. وممكن تستعملوا هذه الطريقه اللي غادي ندير معكم هنايا، راه كيجيو معلكين بزاف، كيجيو ولاد واعرين بهذاك الشاورما، بحال اللي كتاكلوا شاورما، هي ميني شاورما. كنتمنى تجربوهم، كنتمنى يعجبوكم. وندوز معكم ان شاء الله بحول الله الطريقه الثانيه ديال الشكل الثاني. هنايا نفس الطريقه ناخذ الدوائر، وما غاديش نحمرهم. هنايا غادي ناخذ دو طرف الخس الطويل، حيت الدائره هنا صغيره، راه ممكن تكبروها اكبر عادي ماشي مشكل، لان الحجم كتستعملوا اللي بغيتو. ما غاديش نوحلوا مع هذا لان ما غاديش نحتاجوا المول. هنايا حتى البقطات الصغيورين راهم رخاصين، تيديو تقريبا بالبيسه كيديروا 4 ريال. اللي خدا الباكيه كبيره راه كطيح رخاص. صافي هنا بعد ما درت الخس والتعميره ديال الدجاج، شويه د الفرمل من الفوق، كنجمعهم في النص وكندير داك المقابض. غادي نزيد معكم الثانيه، هانتوما طريفه الخس، وغادي ندير شويه ديال الدجاج اللي قلت لكم. راه تقريبا هاد جوج اشكال خداو تقريبا 300 غرام ديال الدجاج، خداوليش بزاف. وحطوا لي تبارك الله العدد. هنايا شويه الفرماج، من الاحسن ان يكون فرماج احمر، وإلا ما متوفاش حتى موتزاريلا ماشي مشكل. هنايا درت المقابض، كنشدو غير من الفوق، ما كان ندخلوش بزاف لداخل، راه كيتشدوا. ها هما الشكل النهائي بعد ما وجدوا. كنتمنى يعجبوكم، كنتمنى هاد التشكيلات تجربوهم. انا قلت لكم كيجيو واعرين في المذاق، واللي ذاقهم كيعجبوه. وممكن توجدوهم في اخر لحظه، ما تياخذوش بزاف د الوقت، وما فيهمش بزاف د المكونات.
ممكن نديرو اي حشوة كيما بغينا، ماشي مشكل. ممكن نستعملو اي حاجة بغيناها. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال هذا النهار. كنتمنى يعجبكم، وكنتمنى تخليو من التعاليق ديالكم محفزة. وبسلام عليكم، حتى فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.